تتويج تاريخي للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام منتخب ليبيا بلقب دورة شمال إفريقيا وضمان تأهل إلى كأس إفريقيا بالمغرب. بصراحة الكرة المغربية تسيطر على جميع البطولات في حين منتخبنا يغيب عن المنافسة دائما. المنتخب المغربي تطور كثيرا من ناحية التكتيكية، من ناحية قوة في الاندفاع البدني. اليوم في هذه الدورة كأس العرب قدم مباريات كبيرة. اليوم فاز اللي هو منتخب قوي، سيفري ما راهوش يلعب بالفريق الأول، الأول، لكن عنده لاعبين يلعبوا في الفريق الأول. المنتخب اللي عنده بطولة قوية. المغرب أحسن هجوم، أحسن دفاع. هل يمكن القول أن المغرب اليوم في ثوب البطل؟ اللاعبين في أعلى مستوى، لاعبين مميزين، هما عندهم في الحين أكثر لاعبين هجوميين كرأس حربة أكثر منا. الفريق المغربي ثقة كثير كبيرة أخذت بالفوز على المنتخب، محترم جدا. نعم، مرشح فنيا، تكتيكيا، تقنيا، لم يخسر خلال 9 لقاءات. كان بالتصفية طبعا كأس العالم ممكن يترشح مباشر، ولكن فرق نقطة. بالنسبة لقلبي الدفاع كانوا ممتازين جدا صراحة، كانوا ممتازين لا في الثنائيات لا في الثنائيات في كل شيء. الثنائيات حتى في الكرات العالية، في الثنائيات الفردية في الأرض، في كل شيء، حتى في إخراج الكرة. صراحة كان كثير من لقطات أمام المرمى في 6 أمتار كانوا يطلعوا الكرة بدون تخوف. أبهر الناس بالمستوى اللي قدموا. الفريق المغربي بهالمباراة بالرغم هيك جابه منتخب شرس، منتخب مرشح للبطولة من لقبنا. بغض النظر عن هالمعطيات، إذا بدنا نروح أكثر تكتيكيا. بطبيعة الحال لما يكون عندك اللاعبين والمدرب اللي فاز بالكأس وبعض اللاعبين اللي كانوا فازوا بالكأس، وخاصة اللاعبين المؤثرين بعدين نتكلموا على دوره المهم. نعم، اليوم. ولهذا دائما نقولوا أنه ثوب البطل فريق مميز في رتم تصاعدي من المباراة الأولى حتى المباراة اليوم الأخيرة. تأهل اليوم جدا. صحيح، اليوم باش تأهل يعني هو صحيح. ما كانش في أحسن. صحيح، ولهذا قلت في رتم تصاعدي. تجنبنا أحسن فريق في الدورة بكل أمانة، لأنه مثل المباراة الأولى والثانية كان فيه إيجابيات كانت فيها سلبيات. قلت أنه قوي وبمن حضر، لأنه كانت فيها تغييرات كثير اليوم. رضوان أبهرنا جميعا، يلعب كرة نظيفة، كرة حديثة، تسجيل أهداف بروعة. شوف، علاش قلت لك انايا اليوم هذا المنتخب هذا يسهل الذهاب الى كاس العالم. شفتوا في المقابله الاولى حقيقه ابهرني هذا الفريق، يلعب قلت لك كره حديثه، يعتمد على الاستحواذ. تشوفهم كيفاش يشكلوا الثلاثيات، التنشيط الهجومي رائع، مهاجمين تشوف كيفاش يطلبوا الكره، دفاع صلب. لهذا نقول باللي منتخب اللي حيقول كلماته في هذه الدوره هذه. وثاني وكل شيء ممكن تبقى الدوره مغلقه، يقدروا بالك. ثاني مقابله حتكون مقابله كبيره، ديربي عربي. ان شاء الله احنا كمحللين ولا كجزائريين احنا ماذا بينا نشوفوا لقاءات جميله، نشوفوا اهداف، نشوفوا الفرجه اللي كاي هكذايا الجمهور الرياضي يستمتع بهذه الدوره هذه. لكن انت بنادم والله القسم انا كنت بلاصتك نحشم، ودك نحشم اصاحبي، نخليو نشوف ولادي اصاحبي. واش ما تبكيش، ما يجيكش الدموع. اللي شبعتوهم الدواء وشبعتوهم يباري باش نشبعوكم يباري، مش تلعبوا في التالي ولادكم كاع خرجوا معوقين. خلينا ساكتين. المهم حيد عليا من نتايا. الاتحاد السنغالي اليوم احتفل بواحد الكاس. كان عطيتكم تصور، انا كاس مزور. انا واحد كاس العالم. السنغال كاس العالم. فري على هذاك الكاس اللي مش تحتفلوا به. علاقاش قلعوا لكم الكاس الفري ما تقدرش. تا الكاس اللي جابوا هذاك جبتوه مشفرينه في واحد داروا في واحد الصاك منه وجري ما قال جري. غير بروباغندا. حتى اليوم زدتوا درتوا بروباغندا في الاحتفال ديال السنغال ديالكم، الاحتفال، لانه الا عندكم الجرأه جبدوا الكاس واحتفلوا به. الا عندكم الجرأه جبدوا الفري واحتفلوا. الفري داتو لا كاف، ردوه لا كاف، ردوه لا كاف. وكاين وشوف، والايام بيننا غادي تكون واحد الصدمه. لا صحافه الزيكو غادي يطفيوهم، كلشي غادي يطفى. اوروبا راه اصلا بداو يطفاو، فرنسا وكذا منا راه فرنسا كدايره هجوم على المغرب على حساب مصالحها اللي في السنغال ومصالحها ديال الساحل وكذا منا. من الايام بيننا كلشي غادي يطفى، غادي تطفاو وغادي تبقاو غير بوحدكم. العالم كامل غادي من يشوف القرار ديال الطاس اللي قريب يخرج. لانه شوف السنغال عطاوها 3 ديال الاسئله، سولوها على شي حوايج، واش انسحبتي منا. غادي
غادي يمشيو مع الكاف ويقول لها روحي الله يعاونك، لانه الكاف طبقت غير القانون، وخاص الكاف تعاقب السينيغال بجوج دورتين. هذه سير خاصها تعاقب بجوج دورتين، وهذيك الاخرى ديالهم والبروباغندا اللي مشاو يديروها مع الاعلام الفرنسي ما بقاش تاكل لهم صافي. كلشي هرب. بقاو غير صافي هاد الزيكو ديالنا راكم عارفين يطبلوا السينيغال ولا يطبلوا مع السودان اللي عاود بانت هذا السودان عاود مع بركان تا هما راهم يطبلوا لها. هذا هو مساكين راهم غاديين في هذا الاخر ديالهم. السينيغال هي اليوم ما قدرتش تخرج كاس ديالها الفري، خرج الكاس الفري وقلنا ورينا فين مشى لاكاف. ايوا هذاك الشيء اللي كاين، هذاك الشيء اللي بغينا. وحتى هذاك اللي كان هنا، حتى الكاس اللي كان هنا في ديال في ساندوني راه ماشي فري. الناس تعرف هاد الحوايج راه ماشي فري، ما يقدروش. الا مشى هذاك الفري مشى من لاكاف تسرق ولا راك غتكون عندهم مصيبه كحله السينيغال. عمرهم ما غادي ما يشاركوا كاع، وتكون عقوبه كبيره بزاف. المهم هذه من جهه السينيغال الا ايامات وكل شيء غادي يتفضح، والمغرب عنده داكشي ادله وشاد عليهم كل شيء، والعالم كامل غادي يعرفهم على حقيقتهم، وغادي يوليو منبوذين في افريقيا. غادي يوليو البيضه يطاو عليها ما يهرسوهاش. وسيرتو المغرب بلا راه في البوا هنا. علاش تكون المغرب راه في البوا هنا؟ افريقيا راه حاصله، درك راه حاصله في كاس افريقيا ديال 27 راهم حاصلين. اوغندا ما كملتش، تما الملاعب كاع ما كاملينش، البنيه التحتيه ما كاملاش، كلشي غارق. يعني حاصلين في 27 وحاصلين في 28. 27 الا بغى ينظمها مثلا المغرب راه غادي يقدر ينظمها، واخا هو عنده الملعب ديال فاس راه فيه غادي كان فيه الاشغال، الملعب ديال اكادير لا كوب دو موند، وملعب مراكش 3، ولكن عندهم ملاعب ما شاء الله يقدروا ينظموا. عندهم 6 7 كاين جاهزين، يجيب لك الوجده ويزيد لك ملعب منا ومنا والسلام عليكم. وكاين ملاعب مخيرين يعني عنده باش يديباني لاكاف. 28 البطوله ديال 28 تكون عالميه، لانه الملعب ديال حسن الثاني الكبير اللي راه يندار في الدار البيضاء هذاك غادي يكون عالمي ويكون واجد. 28 29 يكون واجد بصح. علاش هاد الفريقه دروك من حصلوا؟ شوف المغرب حط كاس افريقيا هنا وحط افريقيا في واحد النيفو عالي، ولكن افريقيا ما تستاهلش. كاين بعض الدول ما يستاهلوش افريقيا، من بينهم مصر هما غارقين مشاكل. درك عندهم